بعد ما زبط لي. لعيونك ابو شوكات. ايه ما قلت لي شلون شغلها؟ الحمد لله، يوم هيك يوم هيك. بتعرف نحن زبايننا معدودين، وزبون الحاره ما بيدفع مثل زبون الطيار. مزبوط، بس الحمد لله شغلتنا ما في منها، وعدتها خفيفة ظريفة. الحمد لله. الله يرحمك يا عمي ابو عصام، ولا فضلوا على هالرقبه هي ما بنساه بحياتي. تعيش. لك شو هالشوفة اللي عم شوفها؟ تعال سعيد، تعال شوف لي هالشوفة. شوف يا ابو شوكات. لك هذا النمس ولا واحد تاني؟ يا عم هو بشحمه ولحمه. وليش هيك لابس؟ شو بعرفني؟ مو بيقولوا العقل زينة البني آدم؟ شكله مصيف على الأخير. لك هذا أنت فكرت واحد بيك جاي على الحارة، قمت طلعت أنت. لك مين بدي اطلع؟ أنت؟ شي، لك ماني معبي عينك بمرزوق. لك معبي عيني وعين الفيجي كمان، ليش مغير حلاسك؟ والله هيك طلع مرائي، أخو مرائي أنت شي، لسه بيتحشي حاله بكل شغلة. قال هلي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه. وقال لا بقى للشوحة مرزوحة ولا مبرا شباب. قال شروال مالنا ودكتنا ب 14. لك قال اللي مثلك ما بيلبق له لا أهلين ولا سهلين. أسعد يلا على عيني. مو حد يسموا ايديك ابو شوكات. لك صهري ما لا صدق تصل لي شعري بعد ما خلصها. لك راجع، بس بدي اخذ غرضين لبوران وحياة عيونك راجع. سلي الله يسلمك. يا عم عصام تعال شوف النمس عم يفتح دكان رياض. واقف عندك ولا؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ عم تفتح دكانتي، شلون يعني دكانتك؟ عرب لي اياها ما فهمتها، شو جنيت؟ والله مش ما فهمت، رياض تركت دكانه وانا اشتريتها من اصحابها. عم شلون يعني اشتريتها من اصحابها؟ شو الشغله على كيفك؟ ايدك هيك عصام. ابو شوكات شوفي شو صاير؟ ليش وقتكم طالع محارة؟ شوفي قال هي دكانته. ايه نعم هي دكانتي، بدي اشتغل فيها اللي بيعجبني، واللي ما عجبه يفتح راسه بالحيط. يلي عم تسمعه لكل اهل الحاره والحاضر يعلم الغيب. تخرب ولك انت دمك مهدود. معتز تركب اللي ضايع عليك. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. بيتك هيك يا ابني. ليش ولا الوجه؟ شو القصه يا ابني؟ احكي لشوف شو القصه وهيدا معتز. القصة انه مأمون بيك اشترى لي هالدكانة مشان نتشبب فيها، شو اجربنا بحق حدا، اتركونا نعرف نعيش، اتركوا الناس بحالها، شو عملنا انا ومأمون بيك؟ مأمون ماشي. ليش مكبرينا يا جماعة؟ النمس عم يحكي مزبوط، أنا أعطيته الدكان ليشتغل فيها. شو هالحكي سيد مأمون؟ هذا النمس واحد أزعر ولابسينه كلياتنا من الحارة، وأنت ما بتعرف ذنوب. مزبوط، مش كل شيء وإيده طويلة. أخي هذا النمس ما بيتعاشر، وجوده بحارتنا غير مرغوب فيه أخي. صح خالي، لك هذا حي بسبع روح. صلوا على النبي يا جماعة وخلونا نسمع السيد مامون شو بده يقول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنا بدي أحكي كلمتين للحاضرين وبس. من يوم ما كنت بالغربة وأنا حالف يمين على حالي إنه بس أرجع لبلدي وحارتي إني ساعد المساكين والدراويش، وما حدا منكم بينكر إنه النمس مسكين ودرويش. إيه نعم، وظروفه بحياته ما كانت منيحة. يعني بلا منقودية لو كان الزلمة تاجر بالبزورية ولا بسوق الحميدية ما كان استقبال كله أحسن. شو ذنبه الزلمة إلا إنه خلق فقير، وأنا حابب ساعده ومالي طالب شيء منكم، مالي طالب غير الثواب من رب العالمين. ولا تنسوا يا رجال الشيء اللي عمله وقت اللي العسكر كانوا بده يفوتوا علينا من بيت ابو ممدوح. يا شيخي ونحن مو ناكرين له اياها، بس نحن خايفين من مشاكله بالحارة. الو، النمس عندي من اليوم ورايح، انا بكفل لكم اياه، واذا حاص يمين ولا شمال رح الحسوا برات الحارات كلها بمعيه القبضاي معتز. على راسي سيد مأمون، الله يجزيك الخير. يا اهلين بالعريس، شو مجهز حالك يا عريس الزين؟ ايه والله ابو العز عريسنا من زينة شبابنا. وهاي قدام وجاهة الحارة كلياتها، حمامه وتلبيسته نقوط مني. ريان عنا الاسطوره ومصبات له. عطيه لك خاطر عربيه ان شاء الله بكره ما خلصوا. ان شاء الله. مساء الخير ابو الفوارس. السلام عليكم. مساء الخيرات وعليكم السلام، يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك يا رب. شو طمني، شو اخبار الحاره؟ الأمور هذا يا عقيد من وقت انحلت المشكلة، بقى شو رأيكم هلا تشربوا لكم كاسة شاي اكرم عجم من تحت ايدين عمكم افواريس؟ معلش يا ابو الفوارس، خيرها بغيرها، بس انا بدي اياك تدير بالك منيح على الحاره. ولا يهمك عقيد، على راسي.
ثبته روح. امور سيدي، ليش طلبتني؟ شو نص طاحون؟ ما تنفذ اللي اتفقنا عليه وتريحني بقى؟ ايه رح نفذ كل شيء ابو جودة، بس هالشغله مو بهالسهوله. هي بدها ترتيب، وترتيب غير شكل. خلصنا طاحون، خلصنا بقى. الشغله كلها على بعض رصاصتين، رصاصه براس معتز ورصاصه براس عصام. وعصام سهل كتير قتلته، قادر تسحبه من الحاره باي ساعه، حجه طهور او اي شيء تاني. لا يا ابو جودات، صحيح انا وعدتك نفذ لك اللي بتريده، بس ما بدي حدا يكمشني يروح فيها. قلت لك بقتلهم على المرتاح من غير ما حدا يشك فيني. ماشي، رح اسمح لك هالكام يوم، بس بعد منها بدي يصلني خبره فورا. فهمان؟ فهمان سيدي فهمان. فرقني هلا. يلا بخاطرك. هوني. نورتي بيتك يا بنت. نور بوجودك ابن عمي. شبك يا خجلانة؟ طلعي فيني، طلعي. إن شاء الله صباحية مبارك يا عروس. الله يبارك فيكي مرت عمي. يا مو معتز، عطيتها البقجة لخيرية؟ يا لطيف على النسوة، لا والله ما أعطيتها إياها. عدي يا بنتي عدي. ليلي يا بنتي لا تستحي، شلون لقيتي معتز؟ معتز ما في منه مرت عمي. الله يهنيكم ببعض يا بنتي. بدي فهمك على شغلة، أساس السعادة بين الرجال ومرته هو التفاهم. يعني بدي أنصحك نصيحة، شو ما طلب منك وشو ما قالك لا تردي بوشه. بزماني أنا غلطت مع أبو عصام وصار اللي صار، ولهلأ أنا ندمانة. وبدي أقلك مثل احفظيه منيح، قال غسل وشك ما بتعرف مين ببوسه، ونظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه. خدي بنت عمي، ان شاء الله بيعجبوكي. تسلموا ايديك ابن عمي. الله يسلمك. خير مين جاينا بهالوقت؟ رح افتح. استنى امي، انا بفتح، خليك مع عروستك. امشي، الحقيني الحقيني يا بنت. اهلين وسهلين امزكي، تفضلي. الله يزيد فضلك تغريني. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك إلهي. كشفي عن وشك، ما في حدا. ما في حدا؟ اي يلا. اي شلونك سعاد خانو؟ الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله إلهي ألف مبروك للعرسان يا حق. الله يبارك فيكي. تعي لقلك جايبت لي خبر حلو كتير كتير. خير ان شاء الله. رفيقتي ام جوزيف شايفه بنوم اخوك ابو شاب ومنام حلو كتير كتير، اجت من الصبح مش قد تقلي عليه. يبعت لك يا ام زكي يبعت لك. فكرت خبر عن حق وحقيق منام. ايه اصلا انت ما بتعرفي منامات ام جوزيف بنوم. ام جوزيف منام عمره ما بيخيب. عن جد؟ لكن تعي احكي لي شو شافت عن اخي ابو شاب. يلا تعي لاحكي لك تعي. ان شاء الله نعيما عم يا ابو ناصر. ينعم عليك يا رب ويرحم والدينا ووالديك. تسلم. خلي عمي. الله يخلينا اياك يا رب، الله يديمك. نعيما مع السلامه. السلام عليك. السلام عليكم. عوضين. شو قلت لي اخي بدك مني؟ قلت لك عندي ابن اختي الصغير بدي طهره. ايه منطهره شو عليه؟ ان شاء الله الف مبروك سلفا. الله يبارك فيك، بس بيت اختي بعيد شوي ببرزه. بعيد؟ لكن ليش موجوده الحنفيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الطاحون؟ شو عم تساوي هون؟ كنت عاوز اخي عصام بشغله. عليه نسلم افندي، خير في شيء؟ ظبط ثوابي اذا ما عندك شيء. لا ما في مشكله، تفضل تفضل. معلم لا تواخذني، بدك تستناني شوي، تفضل. لا خذ راحتك، حليل لجناب العريف، بنأجل موضوعنا لبكره. ايه
السلام عليكم. وعليكم السلام. بكره علي معلم رستم. عليك عصام. شو كان بده منك الطاحون؟ هل هذا اسمه الطاحون؟ ايه اسمه الطاحون، لا تقول بتعرفه كمان. والله ما بعرفه، هي ثاني مره بشوفه فيها. شو كان بده منك؟ ما في شيء، عنده ابن اخت ببرزه، بده يعني طهره.